ومن أصعب الحاجات اللي بتواجه البني آدم إنه يشيل هيمنة ربنا من الهموم. الله مهيمن على همومك، كل همومك في إيد ربنا سبحانه وتعالى. لو نجح الشيطان إنه يرميك في معركة الحياة لوحدك من غير ربنا في قلبك يعني، وإحساسك بتدبير ربنا لحالك، هموم الحياة هتاكل السلام النفسي. لأن كتير من الأوقات ما بتهجم عليك أحزان الماضي وتصرفات غلط عملتها قبل كده، وحد أذاك وما انتقمتش منه فتحس إنك أنت ضعيف، وخيانة حصلت في الماضي تحس إن الناس كلها جاية عليك، فربك يقول لك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ده في السيناريو بتاع حياتك، في القدر، ده من عندي من فوق. ده بجد يا رب من عندك؟ يعني ده في قصتي؟ طب خلاص، ما ده من عندك خلاص. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. كفاية أسية وحزن ياكلك وياكل السلام النفسي اللي جواك. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا. أهلا بكم في فيديو جديد وروتين جديد، وإن شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم جدا جدا، كله نشاط وطاقة إيجابية وتحفيز، وإن شاء الله الفيديو النهاردة هتطلعوا منه مستفيدين بأمر الله. وتعالوا كده نعيش الأجواء مع بعض، وتعالوا كده عيشوا معايا وقضوا معايا يوم كده من أيامي وتفاصيل اليوم كلها كده مع بعض إن شاء الله. النهارده الفيديو كده بصوا شامل وكامل متكامل زي ما بيقولوا، في حاجات كتير جدا. ان شاء الله الفيديو يعجبكم جدا جدا النهارده. بس ما ننساش اول حاجه كده يا بنات، لايكات كتير جدا جدا على الفيديو، كومنتاتكم القمر اللي بتفرحني وبتسعدني. ربنا يا رب يفرح قلوبكم جميعا وما تحرمش منكم ابدا 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 يا رب. يخليكم ليا يا بنات. شكرا لكل واحده سالت عليا، وشكرا لكل واحده كتبت لي دعوه وكتبت لي الف سلامه عليك. الله يسلم عمركم كلكم من كل شر وسوء، وربنا يا رب يجعل لكم نصيب في الخير، ويبعد عنكم الشر والاذى، ويبعد عنكم الامراض واي حاجه وحشه. اللهم امين يا رب العالمين. وكل اللي باركوا لتقى وهنا وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد ميلادهم، متحرمش منكم ابدا ابدا يا رب. ربنا يخليكم ليا يا رب، ودايما كده منورين حياتنا، والبنات فرحانين جدا جدا وبيسلموا عليكم كلكم. بقول لكم بقى ايه، حطوا لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده النهارده. خلاص كده، عشان الفيديو اللي جاي بأمر الله هيكون بقى العيد ميلاد، وهننزله مع بعض ان شاء الله بأمر الله. ربنا يا رب ييسر الامور ويصلح حالنا واحوالنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. اول حاجه ابتديت يومي كده بالفطار، والفطار كده زي ما شفتوا كده فطار متين النهارده، فطار كده يسد لاخر اليوم بصراحه. يعني ناكله ما نفكرش في اي اكل تاني غير على المغرب كده او بعد المغرب. فطرنا بقى، شربت كوبايه النسكافيه بتاعتي بس ما جبتهاش معاكم. المهم ان شربت كوبايه النسكافيه بتاعتي، بعد كده قلت يلا يا بنت قومي بقى شوفي انت وراكي ايه. اول حاجه كده حبيت ان انا احط كده دوره غسيل الاول، قلت على ما الغسيل يتغسل جنبي اكون انا خلصت كل اللي ورايا. دي اول حاجه كده على الصبح كده لازم ان انا اعملها، ان انا كده احط دوره غسيل كده واشغل الغساله، وافضل انا بقى ايه الف حواليها بقى واروق حواليها على ما اخلص يكون هي ايه خلصت معايا، دوبك اشيل الغسيل ايه انشره على طول. اهو كده زي ما انتم شايفين الغساله بقى شغاله، قلت خلاص بقى خليها بقى مع نفسها. وكان عندي كمان حبه غسيل كنت لسه لماهم من على الحبل، هبدا ان انا برضو ايه واطبقهم. بس قبل ده كله قلت ايه، انا كان بصراحه كنت عايزه اكل كده طبق بليله، كنت عامله بليله كده جميله يا بنات تستاهل بقكم زي العسل بصراحه. عملت بوله كده وقعدت بره كلتها انا وبنتي، كانت ما شاء الله جميله جدا جدا. وخلي بالكم يا بنات ان البليله من الحاجات المشبعه قوي ومن الحاجات المغذيه جدا جدا سواء ليكي او لاطفالك. ويا بقى كمان لو عندك اطفال بقى كده صغيرين حليها لهم بعسل نحل، بتفرق جدا جدا في نشاطهم بقى، وجميله جدا وكمان افيد من السكر بكتير بكتير. حاولوا انتوا بقى لو كده انتوا ممكن تزودوا اللبن. انا بصراحه مش بحب ان انا ازود اللبن قوي، انا بحط كده واللي بيعوز يزود لبن ايه اللبن موجود فايه بنزود لبن. خلاص جيت بقى كده خدت البوله اكلت بره انا وبنتي، وبعد كده جيت بقى دخلت على شويه الغسيل دول، قلت ان انا ابدا بقى ان انا اطبقهم وارصهم بقى في الدولاب وايه واخلص حواليا كده طول ما انا مثلا مشغله غساله مشغله حاجه جنبي وايه واخلص ايه التنظيف واخلص كل حاجه ايه حواليا كده ايه وانا قاعده. فقلت امسك حبه الغسيل دول وابدا ان انا اطبقهم كده الاول وعينهم في الدولاب واروق الاوضه هنا واخلصها. كنت كمان خلصت بقى هنا ورحت داخله كده على طبعا اوضه النوم بتاعتي بقى روقتها، روقت غرفه البنات. بصوا مش بجيب معاكم كل حاجه بالتفاصيل اللي انا عملتها في يومي، طبعا ورا كل ده حاجات كتير جدا جدا انا بعملها طبعا في يومي، ولكن انا بختصر معاكم بجيب لكم حاجات بحيث انها ما تبقاش
متكررة معاكم فتزهقوا وتملوا. فطبعا معروف ان احنا يوميا اصلا الشقة كلها بنمسكها بننضفها، السراير طبعا بنعدل الملايات، لو في ملايات عايزة تتغير بنغيرها، ونشوف احنا ايه يعني الحاجة اللي ورانا احنا بنعملها. ولكن انا زي ما قلت لكم انا بختصر معاكم، بجيب حاجات انا يعني ما صورتهاش معاكم قبل كده، بحيث انتوا ما تزهقوش ايه وتملوا، عشان يبقى كل فيديو مختلف شوية عن اللي قبله، ما يبقاش تكرار او نفس الفيديو فتملوا ايه وتزهقوا. فالمهم هطبق بقى حبة الغسيل دول وعينهم كده، وهنفض بقى الغرفة هنا خالص واكنسها، وبعد ما اخلص خالص هبدأ ان انا اعطرها. خلاص انا يوم الاثنين زي ما قلت لكم انا عملت فيه تنظيف عميق، انا بعمل تنظيف عميق وبمسح الشقة امتى؟ يوم الاثنين ويوم الخميس، في اليومين دول بغير فيهم الملايات. خلاص، ولكن انا بقيت الاسبوع بروق عادي جدا وبكنس عادي، ولكن انا بمسح بس الاماكن المكشوفة مش اكتر من كده، ده اللي انا بعمله. خلاص، فهنا بقى طبقت الغسيل كده، وهبدأ ان انا ارصه بقى واعينه في الدولاب. وبعد كده هدخل بقى ايه، طبعا كان عندي كده حبة مواعين في الحوض، وابدأ بقى ان انا برضو ايه اغسل الحوض واظبط شوية المواعين اللي عندي. وكان عندي شوية حاجات النهارده كنت عايزة كده ان انا اعملهم، كنت عايزة اعمل دقة يا بنات، لاني بصراحة يعني الدقة دي ما بستغناش عنها ابدا 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 في البيت. والله يا بنات للامانة حلوة جدا، تحطي منها بقى على فول، تحطي منها على سلطة، تحطي منها على الرز اللي هو بالخلطة، تحطي منها على حاجات كتير بتبقى حلوة قوي. كنت انا بقى جبت كمون كده وبحب بصراحة ان انا انقيه كويس، وبحب ان انا اجيبه حصى يا بنات، لاني ما بقتنعش بصراحة بالحاجات اللي هي آم، اللي هي الناعمة اللي بتشتريها من بره مطحونة دي، انا ما بقتنعش بيها بصراحة. بحب ان انا اجيب الحاجة عندي حصى وانضفها كويس جدا، وابدا ان انا اديها تحميصة كمان على النار، لان التحميصه دي يا بنات بتفرق جدا 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 في طعم البهار وفي ريحته، وانه يقعد معاكي فتره طويله كده من غير ما يجرى له اي حاجه، خصوصا ان احنا كمان في صيف، فلازم تديله تحميصه كده حلوه على النار تشمي ريحته ويسخن معاكي. خلاص شيليه لما يهدى تماما، حطيه في طبق بقى واسع ولا في اي حاجه لحد ما يهدى تماما معاكي. وبعد كده ابداي ان انت تطحنيه، بطحن كده وبحط معاه شويه ملح، وببدا ان انا اطحنه كويس جدا. وبعد كده بقى هعمل الدقه دي عباره عن ايه؟ الدقه دي عباره عن كمون وكزبره مطحونه وملح، ولو انت حابه كمان ان انت تحطي عليها شويه شطه حطي، تمام، بتبقى حلوه جدا جدا برضو. ويا بقى يا بنات كمان لو انت عندك سمسم كده كمان ومديله تحميصه كده وطحناه بقى مع شويه دقه كده على جنب بقى، ما اقولكيش بقى ده في حته تانية خالص، ده خطير، ده خطير جبار. على اي حاجه بقى، على الفطار الصبح على حته جبنه، على يعني حته جبنه قريش كده وحطي عليها شويه من الدقه دي مع شويه زيت، يا خبر يا خبر، بصراحه بتبقى خطيره. على شويه فول، الحاجات دي بتبقى في منتهى الجمال، على بيض، على الحاجات دي حلوه قوي قوي. طبعا انتوا عارفين فوائد السمسم مفيد قد ايه، السمسم لينا ولاطفالنا والعظم اصلا، يعني العظمين عموما وعظم الاطفال كمان حلو جدا جدا، فهو في نسبه كالسيوم عاليه اكتر من اللي موجوده في اللبن كمان. فحاولوا انتوا تدخلوا السمسم كده في يومكم كده، في تفاصيل يومكم. عندي بصراحه البنات يعني هارين قلبي بصراحه من يمه السمسم وكده، حتى لما كنت باجي اعمل مخبوزات في البيت وجيت احط عليها سمسم بيبداوا ان هم يشيلوها ومش بيحبوه، مش عارفه ليه، رغم ان هو طعمه حلو جدا يعني مش عارفه. فبحاول ان اعوض من يمه تانية بايه، بالطحينه، بجيب طحينه اللي هي طحينه اللي هي النظيفه اللي هي السمسم، وابدا ان انا اعمل لهم مثلا سلطه الطحينه، هم بيحبوا سلطه الطحينه، احط لهم مثلا على الفول الحاجات دي فهم بيحبوه. فبحاول يعني ان انا اعوض من يمه تانية، فاهميني؟ فانتوا كمان برضو اعملوا كده. المهم زي ما قلت لكم الدقه دي حلوه جدا جدا يا بنات، بتدخل معاكي بقى في حاجات كتيره كتيره، ممكن تحطي منها كمان في الطبيخ وانت بتطبخي كده، في الصلصه حطي منها في الصلصه بتاعه الطبيخ، في الصلصه بتاعه المكرونه، بتديها تست حلو جدا جدا وطعم حلو قوي قوي كمان، جميله بصراحه. فانا دي والبطاطس يا بنات، البطاطس المقليه المحمره، بتحمري البطاطس وترشي عليها رشه من المكونات دي، بتخلي البطاطس تحفه يا بنات، خطيره، احسن ما ترشي ملح وكده، لا ملوش طعم الملح كده معاها، غير لما تيجي بقى تعملي كده ترشي دقه كده عليها بتديها طعم جميل، اجمل كمان بقى من الحاجات اللي انتوا بتشتروها من بره اللي هي التتبيله بتاعه البطاطس والكلام ده. الحاجات دي يا بنات مهما كان برضو بيبقى فيها برضو مواد حافظ، على فكره خلي بالكم من النقطه دي. في الناس بتقول لك انا بجيب التتبيله اللي هي بتاعت ويلز، او تتبيله مش عارفه بتاعت ماجي بتاعت البطاطس والحاجات دي، الحاجات دي برضو يا بنات خلي بالكم ان فيها مواد حافظه، فعلى قد ما تقدروا الحاجه دي اعملي خلطه في البيت حلوه وجميله، وزي ما انا بعملها كده، وحطي منها بتدي طعم حلو قوي قوي وتست حلو جدا جدا بقى، البطاطس بابا غنوج لحاجات كتير قوي قوي. فبصي لا غنى عنها ابدا بصراحه، طول ما هي موجوده في بيتي الدقه دي انا مش ببقى حامله هم اي حاجه خالص، سبحان الله. بالنسبه لي في البيت دي يا بنات زيها زي العيش، والله العظيم بجد
يعني انا الدقه دي عندي زيها زي العيش، ما ينفعش ان البيت عندي ما يبقاش فيه دقه، اساسي عندي لازم تكون موجوده. وزي ما قلت لكم هاتوا الحاجه فريش اعملوها احسن في البيت، تبقى احلى وانضف. وطبعا انا لما جيت نقيتها انا شلت منها بقى طين وشلت منها حاجات كتير، فطبعا هم هناك مش هينقولك بالفتوته زي ما انت ما بتنقي كده، بقى معاهم كميات كبيره، فمش هيقعدوا مثلا شوال بحاله يفضلوا ينقوهولك، لا بيطحنوه بقى كله في بعض وانت وحظك. فلا، انا عن نفسي بحب ان انا انضف حاجتي اكتر واعملها بنفسي كده وابقى حاسه بنظافتها اكتر من ان انا اشتري حاجه مطحونه من بره بصراحه. فبقلق انا من النقطه دي جدا جدا، وبحب ان انا اعمل حاجتي بنفسي، سواء بقى فلفل اسمر، سواء كزبره، سواء كمون، اي حاجه بحب ان انا بصراحه اجيبها وايه وحصى كده واعملها انا وانضفها بنفسي، يعني بيكون احسن وافضل. قولي لي برضو انتوا ايه رايكم برضو، وتحسوا كمان يا بنات ان الحاجه اللي انتوا بتجيبوها من بره مطحونه ما بتبقاش نفس اللي انت لسه طحناها في البيت؟ ليه؟ اللي انت لسه عاملاها في البيت بيبقى ريحتها فريش كده وريحتها جميله وطازه وحلوه، اما اللي انت بتجيبيها من بره بتبقى مركونه عندهم بقى الله اعلم، عمرك ما هتحسي فيها بريحه انها فريش وجميله زي اللي انت بتطحنيها في البيت دي وبتدي تحميصه حلوه دي بصراحه عن نفسي. فانتوا برضو يعني قولوا لي برضو انتوا تجربتكم ايه، ولو انتوا جربتوا حاجه زي كده مثلا وعندكم وجهه نظر مختلفه عرفوني برضو كده في التعليقات. المهم هنا بقى يا بنات دخلت كده على حبة المواعين اللي كانوا عندي، وكان عندي كده غدا، الغدا بتاعنا النهارده انا كنت عند ماما امبارح بصراحة، فانا مامتي كانت عامله لنا بقى محشي وكانت عامله فراخ وكانت عامله ملوخيه، فانا بصراحه يعني جبت بقى اكل معايا وانا جايه، فقلت همشي بيه ايه، همشي بيه النهارده، يعني كده كده انا مش هعمل اكل النهارده، انا كده كده عندي اكل وجايبه اكل من عند ماما، ربنا يا رب يديها الصحه يا بابا يا رب، ويشفيهم ويعافيهم ويخليهم لنا وما نتحرمش منهم ابدا، ويخلي لكم كل اهاليكم اللهم امين يا رب العالمين. فقلت بقى امشي بالاكل ده النهارده، كان طبق ملوخيه حلو بصراحه، فزودته بس حبه شوربه كده لانه كان تقيل شويه، والمحشي كمان سخنته كده بالفراخ وشويه مخلل كده، كنت جايبه كمان حتى المخلل، وقلت كده ايه نمشي النهارده بالاكل ده وبكره نبقى نشوف احنا هنعمل ايه وهنعمل اكل ايه وكده، فاهمين؟ فالمهم هنا كمان غسلت بقى المواعين بتاعتي وخلصت، دي الحله اللي انا كنت عامله فيها اصلا البليله، فكنت سلقاها فيها يعني، فغسلت كده مواعيني بقى وشطبت الحوض بتاعي. بصراحه يا بنات انا عندي دي الراحه النفسيه اكتر حاجه، بكون بصوا سعيده كده وانا مخلصه كده المطبخ بتاعي ومخلصه المواعين عندي نظيفه وزي الفل والحوض عندي رايق وجميل، دي كده بالنسبه لي اهم حاجه الصراحه يا بنات. فقلت اخلص كده اللي حوالي عشان اقدر ان انا اقف المطبخ كده يبقى رايق واقدر ان انا اعمل فيه كل حاجه. طول ما المطبخ عندي رايق والحوض بالذات يا بنات عندي نظيف، انا خلاص يعني بيبقى لي نفسي ان انا بقى اعمل اي حاجه بعد كده، انما لو المطبخ عندي مسحوم وكده ومواعين في الحوض متلتله والحوض مش نظيف والكلام ده لا بصراحه باحس إن أنا كده لأ، يعني مش مرتاحة ولا عارفة إن أنا أعمل حاجة في المطبخ خالص. المهم أنا كنت شربت قهوة وكان دي بقية القهوة يعني، فما رضيتش أرميها كده حطيتها على جنب وقلت أغسل بيها إيديا كده إيه بعد ما أخلص المواعين. حلوة جدًا جدًا يا بنات القهوة دي أصلًا فيها مضادات أكسدة وحلوة جدًا، بتنعم كده البشرة، ويا بقى كمان لو أنتِ كان عندِك معلقة زيت زيتون حطيتيه عليها مع معلقة سكر كده وتعمليها بقى سكراب للبشرة كده بقى لإيديكِ بقى ولوشِك، حلو جدًا جدًا، بتشيل بقى الجلد الميت وبتفتح كده المسام وبتنضف كده البشرة، جميلة جميلة يا بنات حلوة أوي. فحاولوا كده إن أنتم ما ترموش طفل القهوة أبدًا، اعينوه كده في طبق على جنب وتعالي كده اعملي الماسك اللي أنا باقول لِك عليه ده. خطير يا بنات، حلو جدًا جدًا ما شاء الله، جميل 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 فعلًا بجد. فبدل ما ترمي طفل القهوة وكده استفادي بيه أكتر. أو ساعات كنت أنا باعمل فيه إيه، كنت ساعات باحطه يا بنات في الشامبو بتاع الشعر، يعني إزازة الشامبو كده كنت باقوم حاطة فيها التفل ده، باقوم حاطة فيها كام فص قرنفل وباسيبه حلو جدًا، طبعًا مغذي للشعر وأنتم عارفين طبعًا القرنفل فايدته مفيدة إزاي للشعر، والقهوة برضه مفيدة جدًا جدًا للشعر. من الحاجات المهمة أوي، فساعات كنت باحطهم كده في الشامبو. المهم هنا بقى الكمون بتاعي كنت نقيته كويس جدًا جدًا وحطيته بقى كده في الطاسة وقلت أبدأ إن أنا إيه أدّي له تحميصة كده على النار، كل شوية باجسه بإيدي كده عشان أشوفه إذا كان سِخن والّا لأ، مجرد ما سِخن كده وأنا شميت الريحة بتاعته خلاص أنا طلعته، يعني شيلته من على النار وسِبته بقى على جنب كده يهدى معايا تمامًا. حابة إن أنتِ تسرّعي بقى عملية إنه يهدى بسرعة، حطيه في طبق stainless واسع كده، وأي طبق يكون واسع شوية، هيبدأ يعني يبرد معاكِ على طول.
هنا بقى زي ما انتم شايفين كده حلة المحشي اهي، وعلى وشها كده الفراخ. انا كان عندي شوية شوربة في التلاجة من بتوع اللحمة، شوية مرقة يعني، فقلت كده عشان المحشي يسخن معايا ويبقى كأنه صابح لسه عاملاه، فرحت مدياله كده معلقة من الشوربة. فانت طبعا لو عندك محشي بايت في التلاجة وكده، تاني يوم عشان تسخنيه ويبقى طعمه حلو كأنه صابح، اديله كده معلقتين 3 كده من الشوربة، ووطي على الاخر خالص خالص وسيبيه، بيسخن معاكي وبيبقى كأنه لسه صابح، وبيبقى في منتهى الجمال بجد والله العظيم يا بنات، حلو جدا جدا. سبته بقى كده على نار هادية خالص خالص مع نفسه، قلت يسخن بقى مع نفسه كده بالراحة. وهنا بقى ايه، هبدأ بقى ان انا اجهز بقية الغدا. يعني انا هنا كنت بجهز بقى الغدا بتاعي وبسيبه يسخن جنبي على ما اخلص الحاجة، لان انا عارفة ان المحشي مثلا هياخد مني وقت شوية على النار على ما يسخن، لان انا موطيه على الاخر خالص عليه. فقلت ايه، على ما هو يسخن كده مع نفسه اكون انا ايه، طحنت بقى الكمون وعملت الدقة ايه، الدقة بتاعتي. انا كنت من فتره كده كنت جايبه كزبره، وكنت جايبه فلفل اسمر، وكنت عاملاهم وعيناهم. فانا كده كده كان عندي كزبره عينها، يعني كان عندي شويه كده حطاهم في برطمان وعيناهم في التلاجة. خليكم عارفين يا بنات ان التوابل في فترة الصيف بتبوظ بسرعة، فعشان كده ما تكتروش ان انتوا تشتروها كتير، او لو جبتوها كتير عينوها في التلاجة او في الفريزر، مش بيجرى لها حاجة. انا عن نفسي طحنت، كنت جايبه كميه من الكزبره، حطيت في الطقم الدوار ده اللي هي في طقم الدوار اللي هو اللي بتاع التوابل ده، حطيت فيه وتفضل حبه معايا كبيره، حطيتهم في برطمان وعينتهم في التلاجة. قلت على ما اجي بقى اعمل الدقه ابقى اطلعه ايه واعمل بيه ان شاء الله. هنا بقى حطيت حبه شوربه كده على الملوخيه كمان، عشان كانت تقيله زي ما قلت لكم، وكانت عايزه انها تتخف شويه. وهبدا كمان اجيب طبق افضي فيه المخلل ده مخلل فلفل اخضر على خيار، جميل جدا جدا طبعا، وفي منتهى الجمال المخلل ده بصراحه يا بنات. يعني المخلل ده في البيت انضف واحلى من الترش اللي احنا بنجيبه من بره بمراحل، لان في ناس بتعمله بطريقه مش صحيه، بيبقى غلط علينا وبيعمل امراض وحاجات كتير بعد كده، يعني ربنا يسترها وينجي يا رب. المهم هنا خلاص بقى الكمون بتاعي كان خلاص هدي تماما. ما تعمليهوش وهو سخن، لان عملتيه وهو سخن هيبدأ يعجن معاكي، تمام. لكن سيبيه لما يبرد خالص خالص. وبحط انا كده واحط معاه شويه الملح، عشان الملح برضو يتطحن معايا ويبقى ناعم خالص خالص. بحب ان انا اطحن الملح معاه، عشان الملح يبقى ناعم معايا. كده كده هو الملح ناعم، بس لما بيتطحن يا بنات بينعم اكتر واكتر كمان. فانا طحنت بقى كده زي ما انتم شايفين، وهبدا احطه بقى في طبق بلاستيك كبير كده جنبي، وابدا ان انا ايه، احط في المكونات كلها. انا بصراحه الدقه وانا بعملها نسيت احط فيها شطه، فانا بحب فيها الشطه برضو يا بنات، يعني احطي نسبه كده ايه مش كبيره يعني، فاهميني؟ ده للناس اللي بتحب الشطه، حابه تحطي شطه اكتر زودي مش مشكله. للناس اللي لا ما بتحبش الشطه خالص فتجنبي الشطه، مش لازم ان انت تحطيها يعني. بس انا كنت بحب ان انا احط فيها نسبة كده، بس نسيت بصراحة المرة دي ان انا احط فيها شوية شطة. يعني كده خلصت كل الكمية بتاعتي، كنت جايبة 50 جنيه كمون، فقلت اعملهم بقى كده وايه، واعمل شوية الدقة بتاعتي، ولما تخلص ابقى ايه ان شاء الله اجيب ايه واعمل تاني بامر الله، قبل ما تخلص بشوية كده اجيب واعمل، لان زي ما قلت لكم ما بستغناش عنها ابدا ابدا يا بنات. كده بقى ده بصوا اخلص بقى وانزل كل الكميه. وعندي هنا ده الكزبره يا بنات، بصوا كنت طحناها وعيناها في التلاجة. فخلاص كده بصوا بقى هضيف دي على دي، زي ما قلت لكم لو عندكم شويه سمسم بقى مطحونين كمان ومحمصين، يا خبر يا خبر يا خبر، بجد بتخلي الدقه دي يا بنات ريحتها وطعمها في حته تانية خالص خالص خالص. جربوها يا بنات بجد، هتدمنوها حقيقي، هتدمنوها بجد، هتحبوا ان انتوا حتى تاكلوها كده، بس يعني من غير، يعني ممكن بعيش كده وتاكليها من غير حاجه خالص، خطيره بجد خطيره. حطيت بقى كده في البرطمان ده شويه، عشان بقى بحب بصراحه لما احمر بطاطس او كده باخد كده ايه وارش كده على البطاطس، بتبقى جميله جدا جدا. وهملة بقى البرطمان ده كمان، وعينه بقى جنبي كده في ايه، يعني كل ما الصغنطوطة دي تخلص املاها تاني، يعني كل ما تخلص معايا ابدأ ان انا املاها برضو تاني. والبرطمان ما شاء الله عمل معايا كمية كويسة جدا. البرطمان ده يا بنات اللي هو بيبقى واخد كيلو مربى، وطبعا بيبقاش كيلو صافي، يعني بيبقى 800 جرام اكيد، ولكن يعني بياخد كمية ما شاء الله كويسة جدا جدا اهو.
والحبة دول كمان هحطهم في برطمان تاني صغير. بصوا ما شاء الله مالوا معايا البرطمانين دول زائد المنياب الصغنطوطة دي، وعينتهم بقى كده. زي ما قلت لك دي خير كبير جدا جدا في البيت. هنا بقى قلت ايه، قلت ابدا ان انا اقطع بقى حته البطيخه دي واحطها كده، هي ساقعه وجميله. آه واحطها كده على جنب كده ايه، عشان بعد ما نتغدى بعد ما ناكل يعني نبقى ايه ناكل من البطيخ ده، بيبقى ساقع كده بصراحه وجميل وخطير المره دي يا بنات. يعني البطيخ مسكر قوي قوي الفتره دي وحلو جدا ما شاء الله. فزي ما انتم شايفين كده بقى بدأت ان انا اقطع بقى البطيخة، وهعينها كده ايه لما نتغدى وناكل نبقى ايه ناكل منها. كانت مسكرة قوي جميلة ما شاء الله وحمرا زي ما انتم شايفين كده، وكانت مستوية جدا. يعني بصراحة البطيخة دي انا بتهيألي لو كانت قعدت اكتر من كده يا بنات كانت هتبوظ، لان هي كانت مستوية على الاخر. قطعتها بقى كده عشان خاطر بعد ما ناكل ايه نبدأ ان احنا ايه بشوكة كده او بايدينا عادي يعني وتاكليها. بصراحة انا بحبها كده اكتر من الشقق، ان انا ابقى مقطعة ايه شقق كده، دي بالنسبة لي احسن واسهل كمان. احنا كنا واخدين بقية البطيخة دي بصراحة كنا فطرانين يعني، كنا حاطينها جنب الفطار. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، اشوفكم على خير، مع السلامة.